وصلت إلى محيط تدمر الأثرية شرقي حمص، واشتباكات عنيفة اندلعت مع مسلحي داعش في برج القلعة الواقع إلى الجنوب من قلعة تدمر الشهيرة. التعزيزات اللي وصلت هلا مهمتها تطهير المنطقة الغربية والشمالي الغربي من مدينة تدمر، لأن في بعض المجموعات المسلحة متوضعة إلى مهمتنا تطهير المنطقة والقضاء عليهم، ومن ثم الدخول إلى الأطراف الشمالي والشمالي الغربي لمدينة تدمر. سلاح الجو لم يهدأ، فقد شن غارات منعت أرتال داعش القادمة من العراق والرقة من التقدم، فضلا عن استهداف تجمعات المسلحين في المحور الشمالي الغربي من المدينة. اليوم وجهنا تحية لتعزيزات الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في الجهة الشمالية الغربية لمدينة تدمر، حيث كان الإرهابيين منذ أيام قد وصلوا إلى هذه المنطقة وزرعوا عبوات ناسفة واستهدفوا بعض المواقع الحاكمة. هذا وقد فككت وحدات الهندسة في الجيش السوري عشرات العبوات الناسفة التي كان قد زرعها مسلح التنظيم على طريق عام حمص تدمر، فيما تقوم القوات الحكومية بتأمين محيط المدينة الأثرية وحشد قواتها لشن هجوم مضاد واستعادة المناطق التي خسرها في وقت سابق، ولا سيما منطقة السخنة. اشتداد المعارك يرخي بظلاله